السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، يعني احنا دلوقتي في بداية الشروق. النهار لسه هيطلع إن شاء الله بإذن الله يعني على خير. فحبيت بقى أصورلكم اللحظة دي بقى اللي هي لحظة الإيه، التجويع. إن أنت كنت مجوع تمام كده عشان عامل إظلام بالليل، الطائر بيريح، ودلوقتي بقى هيبدأ إن هو ياكل. بص بقى أنت أول ما حاطط الأكل، يعني مدى الإيه السعادة والفرحة اللي هم فيها. ده غير بقى كمان فكرة إن هو بياكل بنهم، و ده كمان بيفرق معاه كمان صحيا. يعني مش بس طبعا كمان السمان، حتى برضو الفراخ البلدي. بس هي طبعا عشان بس الفلاش بتاع الموبايل هما بيخافوا منه شوية فبيحصلوا حالة اضطراب، ولكن هما برضو نفس القصة. بص ما شاء الله، الفراخ برضو في حالة سعادة برضو وإقبال على الأكل ما شاء الله يعني. هما أصلا كمان ما ادونيش فرصة، يعني أنا دوبك على ما حطيت الأكل ورحت عشان خاطر أجيب الموبايل عشان أصور، كان هما ما شاء الله يعني قاموا بالواجب. فدي فرقة جدا في كمان صحة الطائر كمان نفسه. حتى برضو الفراخ البيضاء برضو بسم الله ما شاء الله، برضو إقبالهم برضو على الأكل. فاللي أنا عايز أوصله لك إن فكرة الإظلام والتجويع هما الاتنين مهمين جدا لأي كائن حي بوجه عام. أولا أنت بتدي فرصة للطائر نفسه إن هو يرتاح. الحاجة التانية بتديله فرصة إن هو يهضم كل الأكل اللي كان في معدته، ويبدأ يفرغ كل اللي في أمعائه دهوت، عشان خاطر لما ياخد الأكل الجديد ما يحصلش عمليات، يبقى في عمليات تعفن سابقة وتعمل مشاكل بكتيرية ومشاكل معوية. الكلام ده كله انت بتتجنبه. في نفس التوقيت كمان بتدي للطائر يعني وقت ان هو يرتاح، كأنه زي شبه ينام كده زيك انت كبني ادم، بحيث ان هو يقدر يكمل بقية يومه بنشاط وحيوية، ما يكونش عنده حالة. متخيل انت واحد ما بينامش نوم مستقر، فبيبقى دايما طول اليوم اللي هو لا هو صاحي وفايق ولا اللي هو نايم ومتعمق، فاللي هو في حالة كده ايه، يعني عدم اتزان. فبسم الله ما شاء الله، حبيت بس اشارككم اللحظة دي كده واعرفك ان فكرة الاصدام والتجويع مهمين جدا لأي كائن حي، سواء انت بتربي حيوانات طيور ايا كان، تفرق معاك كتير جدا. سلام.